السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي. أنا معاكم أستاذ خالد عبده، وهنكمل درسنا عن الفترات. لكن في البداية تعالى نشوف حل السؤال الختامي بتاع الجزء الأول من درس الفترات. السؤال كان بيقول اكتب كل من المجموعات الآتية على صورة فترة ومثلها على خط الأعداد. النقطة الأولى كانت عبارة عن س حيث س تنتمي لح، والسين أكبر من الصفر وأقل من الأربعة. أما بالنسبة للنقطة الثانية هي كانت س حيث س تنتمي لح، والسين أقل من الواحد. نيجي للنقطة الأولانية واللي هي س حيث س تنتمي لح، والسين أكبر من الصفر وأقل من الأربعة. لو لاحظت هنا علاقات التباين ما فيهاش علامات التساوي، فبالتالي المجموعة دي هنعبر عنها بفترة مفتوحة. فكنا بنكتب العدد الصغير الأول اللي هو الصفر، وبعدين العدد 4، وبعدين بنعمل أقواس مفتوحة. ونمثل الفترة دي على خط الأعداد عن طريق إحنا نيجي على خط الأعداد ونيجي عند الصفر ونمثلها بدايرة غير مظللة، ونيجي برضو عند النقطة 4 ونمثلها بدايرة غير مظللة، بس نظلل الأجزاء اللي بتقع ما بين العددين دول. والشكل اللي قدامك دوت هيعبر عن فترة 0 و4. نيجي بقى للنقطة الثانية واللي هي بتقول س حيث س تنتمي لح، والسين أقل من الواحد. طبعا أنت عارف إن الأعداد اللي أقل من الواحد هي الأعداد السالبة، وبالتالي بقى إحنا نقدر نعبر عن المجموعة دي بصورة فترة من السالب ما لا نهاية لحد الواحد. وزي ما اتفقنا قبل كده إن السالب ما لا نهاية القوس بتاعه بيبقى مفتوح، والواحد هنا القوس بتاعه برضه هيبقى مفتوح، لأن علاقة التباين ما فيهاش علامة التساوي. ونقدر نمثل الفترة دي على خط الأعداد عن طريق إحنا نيجي عند العدد 1 ونمثله بدايرة غير مظللة، وبعدين نرسم سهم يمتد إلى الأعداد السالبة. والجزء المظلل دوت هو اللي هيعبر عن الفترة سالب ما لا نهاية والواحد. بعد ما افتكرنا إيه هي الفترات وعرفنا بعض من أشكالها، تعال نشوف شوية أمثلة بأفكار مختلفة. المثال معانا بيقول إذا كانت س بتساوي الفترة المغلقة سالب 3 و4، وص بتساوي الفترة سالب 1 و5. ومطلوب هنا إن احنا نجيب س اتحاد ص، وس تقاطع ص، وس فرق ص، وص فرق س. عشان نقدر نحل المثال دوت هنمثل أول حاجة كل فترة على خط الأعداد. فلما نيجي نمثل الفترة س اللي هي بتساوي سالب 3 و4 على خط الأعداد هتكون بالشكل دوت. ولما نيجي نمثل الفترة ص اللي هي سالب 1 و5 على خط الأعداد هتكون بالشكل دوت. طيب بعد ما مثلنا كل فترة، تعالى دلوقتي بقى نجيب كل نقطة من النقط ديت. أول نقطة واللي هي س اتحاد ص، وهي عبارة عن كل العناصر اللي موجودة في الفترة س وكمان العناصر اللي موجودة في الفترة ص. لو بصيت على خط الأعداد هنا هتلاقي إن س اتحاد ص هتساوي الفترة المغلقة سالب 3 و5. يعني معنى كده علشان نجيب الاتحاد بناخد أول دايرة مظللة مع آخر دايرة. طيب بالنسبة بقى للتقاطع، س تقاطع ص معناها إيه؟ معناها كل العناصر المشتركة اللي موجودة في الفترتين س وص معا. فلو بصيت هنا على خط الأعداد هتلاقي إن س تقاطع ص هي عبارة عن الفترة سالب 1 و4. يعني معنى كده في التقاطع بناخد الدايرتين اللي في النص، أما في الاتحاد بناخد الدايرتين اللي على الأطراف. طيب نيجي بقى للنقطة الثالثة واللي هي س فرق ص. س فرق ص معناها كل العناصر اللي موجودة في الفترة س بس مش موجودة في الفترة ص. ولو خدنا بالنا كده كويس على خط الأعداد هنلاقي إن س فرق ص هتساوي الفترة سالب 3 وسالب 1. ولاحظ هنا إن الفترة سالب 3 وسالب 1، السالب 1 القوس بتاعها بقى مغلق بالرغم إن هي كانت ممثلة بدايرة غير مظللة، ودوت علشان السالب 1 موجودة في الصاد ولكن مش موجودة في السين، فعلشان كده احنا خدناها معانا هنا. نيجي بقى لآخر نقطة واللي هي ص فرق س. وص فرق س معناها كل العناصر اللي موجودة في الفترة ص بس مش موجودة في الفترة س. ولو ركزت كويس على خط الأعداد هتلاقيها عبارة عن الفترة 4 و5. وخد بالك هنا إن احنا فتحنا في فترة عند ال4، لأن ال4 هنا موجودة عند الفترة س واحنا مش عايزين ناخدها معانا، وبالتالي يبقى ص فرق س هي تبقى عبارة عن الفترة 4 و5. طيب تعال نشوف مثال تاني وبأفكار مختلفة عن كده. المثال بيقول إذا كانت س بتساوي الفترة سالب 1 و3، وص بتساوي الفترة 0 إلى ما لا نهاية. والمطلوب هنا س اتحاد ص، وس تقاطع ص، وس فرق ص، وص فرق س، وس مكملة وص مكملة. هنعمل زي ما عملنا في المثال اللي فات بالظبط، هنمثل كل فترة على خط الأعداد. فلما نيجي نمثل الفترة س هتكون بالشكل دوت، ولما نيجي نمثل الفترة ص هتكون بالشكل ده. وزي ما اتفقنا بقى خلاص س اتحاد ص معناها كل العناصر اللي موجودة في الفترتين مع بعض، يعني هتكون هنا الفترة سالب 1 إلى ما لا نهاية. أما س تقاطع ص هي عبارة عن العناصر المشتركة ما بين الفترتين، فهتكون هنا الفترة المفتوحة 0 و3. أما بالنسبة لس فرق ص وهي العناصر اللي موجودة في س بس مش موجودة في ص، هتكون هنا عبارة عن الفترة المغلقة سالب 1 و0.
اما بالنسبه لصاد فرق س وهي عباره عن كل العناصر اللي موجوده في الفتره صاد بس مش موجوده في الفتره س، واللي هتكون هنا من اول الثلاثه لحد ما لا نهايه. طيب نيجي بقى لس مكمله. س مكمله معناها ايه؟ معناها كل العناصر اللي بتكمل الفتره س. فلو بصينا هنا على خط الاعداد هنلاقي ان فتره س هي عباره عن الفتره -1 و3. طب ايه بقيه العناصر اللي بتكمل خط الاعداد؟ كلنا عارفين ان خط الاعداد بيعبر عن الاعداد الحقيقيه. يبقى س مكمله هتبقى عباره عن ح كلها اللي هي الاعداد الحقيقيه ما عدا الفتره -1 و3. وخد بالك هنا ان احنا غيرنا وضعيه الاقواس، القوس اللي كان مقفول خليناه مفتوح، والقوس اللي كان مفتوح خليناه مقفول. اما بقى بالنسبه لصاد مكمله فهتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن كل الاعداد اللي بتكمل الفتره صاد. فلو بصينا على خط الاعداد هنا هنلاقي اصلا الفتره صاد ممثله من اول الصفر لحد ما لا نهايه. طب ايه اللي بيكمل هنا الفتره صاد؟ اللي بيكمل هنا الفتره صاد هتكون الفتره سالب ما لا نهايه الى الصفر. وبكده نكون خلصنا الجزء الثاني من درس الفترات، وتعالى نشوف اهم النقاط اللي اتكلمنا عنها في الدرس ده. زي ما اتفقنا ان الفترات هي عباره عن مجموعات جزئيه من مجموعه الاعداد الحقيقيه. والفترات دي بتنقسم الى نوعين، فترات محدوده وفترات غير محدوده. الفترات المحدوده زي الفتره المغلقه والفتره المفتوحه والفتره النص مغلقه والنص مفتوحه. وما تنساش ابدا لما بنيجي نعبر عن فتره لازم نكتب العدد الصغير الاول وبعدين العدد الكبير. والفتره المغلقه بتكون لما علاقات التباين فيها علامه التساوي، والفتره مفتوحه بتكون لما علاقات التباين ما بيكونش فيها علامه التساوي، والفتره النص مغلقه والنص مفتوحه بتكون لما علاقات التباين فيها علامه تساوي واحده بس. اما بالنسبه للفترات الغير محدوده فزي ما اتفقنا ان الرمز ما لا نهايه بيمثل دايما بقوس مفتوح. وما تنساش تحل السؤال الختامي بتاع الدرس دوت واللي بيقول اذا كانت س بتساوي الفتره -4 و3 وص بتساوي الفتره -2 و4، ومطلوب هنا ان احنا نجيب س اتحاد ص وس تقاطع ص وس فرق ص وص فرق س. اسيبكم مع السؤال دوت ونحله مع بعض الدرس الجاي ان شاء الله. اشوفكم على خير. لمزيد من الأسئلة حل تدريبات كتاب الأضواء وتدريبات بنك الأسئلة من خلال اللينك الموجود على الشاشة. ولو في سؤال مش عارف تحله ادخل على موقع أو أبليكيشن الأضواء واضغط على اسأل مدرسك واكتب سؤالك وهنجاوب لك عليه. وما تنساش تشترك دلوقتي على قناتنا على اليوتيوب. خليك متابع، خليك في الأضواء.